أهلا وسهلا بيكم. بدأنا تسجيل حلقة جديدة. وحطينا قواعد للحوار. أول قاعدة إن كل واحد هيكون له مداخلة أو نقطة واحدة فقط، يعني مش هنطرح أكتر من نقطة عشان ما يحصلش تداخل في النقط وإن حد ينسى أو يحصل مشاكل. كل واحد هيطرح نقطة والأعضاء الباقية هتعلق عليها. أنا سامع صدى صوت حد فاتح سماعات كبيرة أو سبيكر؟ لا ما حدش فاتح سبيكر. تمام، سوري آسف. طب هو اللي فات ده اتسجلت ولا اتمسح يا استاذ البير؟ لا، الحوار الأولاني متسجل، ما يعني ده حوار تاني غير الاولاني؟ لان الحوار الاولاني الشكل اللي احنا كنا ماشيين بيه كان عشوائي جدا، وكل واحد بيطرح 5-6 نقط وكنا بنتوه فيه، يعني ما فيش نقطه فيها وصلنا لشيء، لان اكتر من نقطه فما فيش موضوع كان بيبقى محدد او نقطه محدده. تمام. اوكي. اول شرط او اول قانون من قوانين الحوار ان اللي هيطرح نقطه واحده فقط، مش مجموعه من النقاط عشان ما يحصلش تداخل وان الناس تنسى وتتلخبط. تاني نقطه، محدش هينفع يخرج عن الموضوع الاساسي وهو اثبات وجود اله من عدمه. النقطه الثالثه، المقاطعات هتكون حق وحيد ليا انا بس، لاني انا بدير الحوار ومفيش مقاطعات نهائيا من اي طرف من الاطراف ولا حتى مني شخصيا، الا في حاله ان اللي بيتكلم خرج على الموضوع. متفقين على الكلام ده؟ تمام. اوكي. مين اهلا وسهلا باللي بيتابعونا. حلقه جديده عن موضوع اثبات وجود اله من عدمه، وبرحب باستاذ رامي واستاذ يسري والمهندس محمد جمال، وممكن كل واحد يعرف نفسه مبدئيا للي بيتابعونا. استاذ رامي. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس رامي ابراهيم من القاهره، مسلم سني. اهلا وسهلا بيك يا استاذ رامي. يا ريت اللي عنده صوت شغال او صوت موبايل يعمل المايك ميوت عشان ما ياثرش على اللي بيتكلم. استاذ يسري. مساء الخير. مرحب بكم جميعا. انا محمد 35 سنه، ملحد من خلفيه اسلاميه من القاهره. اهلا وسهلا بيك يا استاذ يسري. وعمر دخل معانا. اهلا بيك يا عمر. البير، ازيكم؟ تمام بخير. حلقه النهارده كويس ان انت لحقتها، عن موضوع اثبات وجود اله من عدمه، وفي 3 شروط اساسيه ممكن تقراهم تحت في التكست عشان ما اعيدهمش تاني، وعرف نفسك للي بيتابعونا. طيب، لا انا لازلت يعني هسكت، مش هتكلم دلوقتي خالص لانه لسه غير متاح، بس انا قلت ادخل اسمعكم يعني. فانا بعد يعني نص ساعه كده ولا حاجه. طيب اوكي، يعني انت هتبقى متابع بس وبعدها تعمل مداخله، ما فيش مشكله. اهلا وسهلا بيك يا عمر. المهندس محمد جمال، عرفنا بيك. محمد جمال، مهندس كمبيوتر مصري مقيم في السعوديه، 28 سنه. اهلا بيك يا باشمهندس محمد جمال. موضوع حلقه النهارده عن اثبات وجود اله من عدمه، فاقترح على من يتبنى فكره وجود اله ان هو يطرح ايه الدليل على فكره وجود الاله ده او الخالق ده، ونبتدي نناقشها كلنا بالتوالي او بالترتيب. فمين يحب يبدا؟ اثبت انت الاول عدم وجود الاله واحنا هنرد عليك. اوكي. اثبت فكره عدم الو. هو صوتك بيقطع يا كبير. طيب صوتي مسموع دلوقتي؟ هو كده اتظبط طيب تمام اوكي. اثباتي او وجهة نظري في عدم وجود اله هي نقطتين. اول نقطة، البينة على من ادعى. حينما يدعي شخص ما بوجود مادة اكس او كائن اكس، فعليه ان هو يأتي بدليل نقدر نختبر الدليل ده وان في المادة دي فعلا او هذا الشيء من عدمه. لو انا بدعي وجود مادة اسمها حيزبون مثلا او اي شيء، عليا ان انا اتي بالشيء ده، او لو انا مش قادر اتي بالشيء ده اجيب ادلة يمكن اختبارها تدل فعلا على المادة اللي انا بدعي وجودها او الكائن اللي انا بدعي وجوده. دي نقطة رقم 1. النقطة رقم 2،
المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. معنى ان المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم ان المادة دي مش هتتحول للا شيء، مش هتتحول لعدم. والمادة دي لا تفنى ان هي المادة مش هتتحول للا شيء، يعني الكون بكل ما فيه مش هيتحول للا شيء ومش هيبقى موجود او مش هيبقى صفر. ولا تستحدث من عدم، وده بينافي كلمة خلق. فكرة ان يوجد اله خلق هذا الكون من العدم دي اساسا غير علمية، لان المادة لا تستحدث من عدم. ثانيا غير منطقية، لان لو قلنا ان في عدم يعني صفر يعني مفيش. علميا لا يمكن ان تستحدث المادة من العدم، ولو في عدم يعني حتى مفيش اله، لان في عدم في صفر. صفر يعني لا شيء، صفر ده مش رقم، صفر ده اكسبريشن او معنى عن لا شيء يعني مفيش. فبما ان المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، اذا لا يوجد اله خلق هذا الكون او هذه المادة من العدم. فعلى من يدعي بوجود اله خلق هذا الكون من عدم وينافي المنطق وينافي العلم ان يؤتي بهذا الاله، او لو مش قادر يجيب الاله ده عشان نختبره يقول لنا ايه دليله على فكرة هذا الاله. اتكلم ولا في حد عايز يتكلم؟ انا اتكلم. اوكي اتفضل. ماشي اتفضل عشان عشان طيب انت دلوقتي بتقول ان الماده لا تفنى ولا تستحدث من العدم. انا بس عايز اسال عن جزئيه بسيطه، ربما اكون انا فاهمها خطا. لو فاهمها مظبوط هكمل الحوار اللي انا عايز اكمله. الماده لا تفنى ولا تستحدث من العدم، اذا مفيش شيء من لا شيء. ده الكلام ده مظبوط يا استاذ البير؟ ده اللي تقصده؟ مظبوط تمام جدا. اذا لو افترضنا الافتراض بتاعك ان لا شيء من لا شيء، اذا اول شيء اتوجد ده مين اللي وجده؟ انتظر الرد بتاعك. اول شيء مين اللي وجده؟ مفيش حاجه اسمها اول شيء، في حاجه اسمها الماده، ودي ازليه، وده مش كلامي، ده العلم والفيزياء والرياضيات والمنطق، مش كلام انا بدعيه. سيد الفاضل، احنا لما نتكلم بالعقل على اثبات وجود الله او عدم وجود الله، فترد العقل اللي هو احنا بنتكلم بيه عشان نقدر نوصل لحل. انت بتقول ان الماده لا تفنى ولا تستحدث من العدم، اذا مفيش شيء من لا شيء. طيب يعني اذا انا عشان يبقى عندي اناره يبقى لازم في كهرباء، الكهرباء دي مصدرها سد عالي، مصدرها توربين، مصدرها مش عارف ايه. ان عشان يبقى في كلام مكتوب على ورق يبقى لازم القلم هو اللي كتب الكلام ده، اللي هو عن طريق الحبر، عن طريق. طيب اول شيء اتوجد مين اللي وجده؟ اذا هو لا تستحدث من العدم يعني هي موجوده، مين اللي وجدها؟ الله. هو ده سؤالي. ارد؟ اتفضل. في حد عنده صوت هوا عالي؟ محمد السعيد. لما ده محمد السعيد. ممكن تعمل المايك ايقاف وتسمع بس، ولما تيجي تتكلم عشان الصوت بس بيأثر على الكل. تمام كده. تمام. اتفضل يا البير. تمام. حضرتك المادة أزلية. المادة أزلية. اسمح لي، ده بعيد عن الإجابة. اسمح لي، ده مش إجابة. أنت قلت المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، إذا في مادة موجودة، أصل المادة دي جه منين؟ هو ده السؤال. حضرتك بتستخدم قانون السببية، وقانون السببية بيدخلنا في ما لا نهاية ولا يثبت. طيب هرد لو سمحتوا. ناخد بالنا ان مفيش مقاطعات. لما اللي بيخلص اللي بيتكلم بيقول انا خلصت، اي حد من حقه ان هو يتكلم. اوكي. المادة ازلية يعني ليس لها بداية وليس لها نهاية. اوكي. فكرة ان انت عايز تقول ان المادة دي يوجد شيء ما خلقها، ده مش مظبوط لانها ازلية. النقطة رقم 2 المغالطة اللي حضرتك بتقولها انك بتستخدم قانون السببية. لو قلت قانون السببية يبقى اذا لكل شيء مسبب، فهتقول لي الكون ده اتخلق. هو ما اتخلقش ولم يأتي من العدم، فكونك هتفترض ان هو يوجد شيء ما اوجده، عليك ان انت ترد عليا لما ارد عليك بالسببية. وهذا المسبب او هذا الاله من اين اتى؟ لان مفيش شيء بيأتي من العدم. فلو عايز تنكر أزلية المادة وتفترض وجود إله، عليك تقول إن الإله ده جه منين؟ لأن أنت رافض إن المادة أزلية. أرد. اتفضل. أرد.
انت قلت انا ما بتكلمش بالسببيه وبتكلم بالسببيه، انا مش فاهم انا طريقه كلامي دلوقتي سببيه ولا لا سببيه عشان اعرف برضه حوار هيتوجه ليه. انا اولا بقول ان السببيه ان اللي فهمته من كلامك قد يكون صح او غلط، انا هقول وانت قول لي صح ولا غلط. اللي فهمته من كلامك ان عشان الشيء ده يتوجد لازم في سبب وجده، ده اللي تقصده؟ فكرة مسبب لحدوث الشيء او ان انت بتأخذ بالاسباب هو ده قانون السببية، ان لكل شيء مسبب، هو ده اسمه قانون السببية. ده اللي انت بتتكلم بيه مش اللي انا بتكلم بيه، لان انا عندي مصدر في النهاية برجع له واقول ان الشيء ده اللي خلقه الاله، وما تقوليش الاله ده مخلوق ليه، هقول لك هو من صفته خالق فلا يخلق. مش ده موضوعنا. الموضوع ان انت غلطت دلوقتي وقلت كلمة ان المادة ليس لها بداية. اذا ليس لها بداية اذا هي من العدم. من اين لك ان تقول ليس لها بداية وليس لها نهاية وتقول لا تفنى ولا تستحدث من العدم؟ ليس لها بداية إذا هي من العدم. ولا حد مخالفني في الرأي يا شباب؟ لا صح صح. الكلام مش مظبوط. طب رد بالمظبوط. المادة أزلية يعني موجودة منذ سلب ما لا نهاية، ولا تفنى يعني ستستمر إلى ما لا نهاية. مفيش نقطة صفر ومفيش نقطة بداية عشان نقول من هنا وجدت المادة. فحضرتك يعني مش قادر تفهم ان المادة ازلية وبتقول لي لا لابد من مسبب ليها، لما هي ازلية ليس لها بداية، ازاي انت عايز تقول لا دي ليها مسبب؟ انا بقول ان انت اتكلمت في النقطة دلوقتي ان هي ليس لها نهاية، انا قد اتفق معاك في دي، لكن ليس لها بداية لا اتفق معاك فيها، لان هو ده القانون اللي انت شغال بيه. المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. ازاي لا تستحدث من العدم وهي موجودة اصلا؟ يعني بأي منطق هذا؟ يعني هي لا تستحدث من العدم. طيب هي ليس لها بداية، طب هي قديمة الأزل. إذا افترضنا إن إحنا عندنا مثلا حيوانين، يبقى كان قبل 50 دلوقتي يبقى 40 50 مش عارف كذا كذا كذا، هنرجع لسبب واحد. طب الواحد ده جه منين؟ هو نفس الحوار اللي أنت بتتكلم فيه. المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. طب إزاي ظهرت؟ إذا أنت بتقول لي إزاي الله ده اتوجد، يبقى ازاي المادة بتاعتك دي ظهرت؟ ازاي طلعت؟ تمام. رديت عليك بالعلم وقلت لك ما ردتش. طيب لما تخلص قول لي خلصت. انا خلصت بس بقول لك ما ردتش. لما بتعمل علامة استفهام ما بفهمش مطلوب مني ارد ولا انت انتهيت؟ لا اتفضل. تمام. اتفضل. حضرتك مش قادر تفهم ان المادة ازلية، وده كلام علمي مش ادعاء انا بقوله ولا كلام فلسفي انا بقوله، انا مش عارف ايه اللي اقدر اعمله لك. انت مش قادر تفهم ان المادة ازلية وليس لها بداية وليس لها نهاية في الزمان، فحضرتك مش قادر تفهم ده. انا ايه المطلوب مني اعمله؟ هقول لك المطلوب، يعني الحوار هيبقى بالعقل يا هيبقى بالعلم. اذا بالعلم هقول لك اثبت لي هي اتخلقت من لا شيء ازاي، واذا بالعقل هقول لك ان الله موجود بدليل الكلمة اللي انت قلتها برضه ان هي اتخلقت من العدم. انا لم اقل انها خلقت من العدم، لا تستحدث من العدم. يعني هي موجودة. اسف معلش. ان هي يعني ايه ازلية؟ موجودة دي ازلية معناها ان هي من قديم الزمان. طيب مين اللي وجدها من قديم الزمان؟ ظهرت ازاي؟ ازليتها تنفي ان هي خلقت. كونها ازلية ليس لها بداية تنفي ان في بداية اتخلقت منها. يعني طيب ليه انت بتنفي؟ كلام مظبوط، كلامك مظبوط جدا. طب انت ليه بتنفي وجود الله من لا شيء؟ يعني هو ازلي ولا ما فيش شيء قبله، هو موجود كده بنفس المنطق اللي انت بتستخدمه. حضرتك اولا المادة موجودة واحنا كلنا مواد والدنيا حوالينا مواد، فدي حاجة اوريدي موجودة بالفعل. يعني لو عايز اثبتها لك السماعه اللي انت بتتكلم فيها ماده، كل شيء انت جسمك عباره عن ماده، فالماده اوريدي اكزيست وموجوده. الاله بقى اللي انت بتدعي وجوده اولا هو مش موجود ومش مرئي. ده لو انت فعلا مسلم بالكلام ده وما عندكش دليل على وجوده. انت قلت لي بتستدل موضوعنا الاستدلال على وجود اله من عدمه، فانت بتقول لي الاله موجود لانه خلق الماده. قلت لك الماده لم تخلق لانها ازليه. فمنين بقى بتدعي وجود اله عشان نبتدي نشوف الاله ده فعلا بقى موجود ولا لا، ولو موجود ايه الموضوع بتاعه؟ طيب انت قلت الماده ازليه، الله ازلي برضه، نفس المنطق اللي انت بتتكلم بيه. يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، انت ليه مقتنع ان الماده دي مفيش حد وجدها؟ هي اتوجدت لوحديها لانها من قديم الازل، ودي من صفاتها. وليه يعني بتناقضني في نفس الشيء لما اقول لك الله هو الخالق ومفيش حد خلقه؟
هو نفس المنطق اللي انت بتستخدمه. لو حد يا جماعه مخالفني الراي غير الاستاذ بيه ممكن يوضح. يعني انا قد اكون فكرته مش واصلاني، لو واصله هو بيتكلم على مبدا الطاقه من عدم، بيتكلم على مبدا الطاقه من عدم. طب انت جيت ازاي؟ يعني الانسان جه ازاي من عدم؟ اتفضل يا يوسف. باشمهندس محمد. شباب ممكن نقطه نظام. دلوقتي كله بيتكلم مش ماشيين بنظام، كله بيتكلم في وقت واحد، فارجو ان واحد بس اللي يتكلم يقول رايه. مش كله بيتكلم يا سيدي الفاضل، من حق كل الناس تتكلم، ولكن بدون ما نتكلم كلنا في نفس الوقت. يعني انا دلوقتي بتكلم واستاذ رامي بيتكلم، فما حدش هيسمع ولا حد هيفهم شيء، فانا برجو النظام. بس انا طلبت منهم لو حد عنده راي يقول، فانا ما اعرفش مين فيهم اللي هيرد. فيسري قالت هتكلم عايز ارد. اتفضل يا يسري. طب هو حضرتك كده اللي بتدير الحوار وهتنحيني من هذا الحوار؟ لا مش حكايه بدير الحوار، انا سالت وهو قال انا هجاوب. طيب اوكي اتفضل يا يسري. طيب حضرتك دلوقتي يعني سلمت بأزلية المادة وسلمت بأزلية إله. ايه الداعي دلوقتي لوجود خالق؟ يعني انت دلوقتي افترضت ان الاله موجود وازلي. هتقاطعني يبقى بلاش اتكلم اساسا وليك المايك. اتفضل. انت دلوقتي بتقول كلام انا ما قلتوش. انا ما بؤمنش بان الماده لا تفنى من العدم، وعلى هذا الاساس بقيس الاله. انا باخد المنطق اللي انت بنيت على اساسه فكرتك وبرد عليك بيه. انا عندي ان الاله موجود فهو خالق فغير مخلوق، يعني ما ينفعش ان هو يبقى مخلوق لان هو صفته خالق. نفس المنطق اللي انت بتستخدمه بتقول لي ان الماده لا تفنى ولا تستحدث من العدم. اذا الماده من اين اتت؟ هو نفس السؤال اللي بتساله لي، الله من اين اتى؟ بس هو رد عليك مغالطه منطقيه. اتفضل رد. لان رقم واحد انا لو هتتكلم بالمنطق وهناخد مثلا الدليل الرياضي ان صفر لا يساوي الواحد. يعني العدم ما ينفعش تحوله لشيء من تلقاء ذاته. اوكي ده المنطق. العلم وعلميا بما ان حضرتك مهندس يعني درست شويه رياضيات وفيزياء، عارف ان الماده لا تفنى ولا تستحدث من عدم، وده قانون فيزيائي مش ادعاء انا بقوله. ده قانون في الفيزياء وفي الماده، مش ادعاء ومش فلسفه ومش اي كلام انا بقوله. دي حقيقه علميه. برضه هرجع ارد عليك واقول لك انت اللي استخدمت المنطق ده، فانا برد عليك بنفس المنطق اللي انت استخدمته. اذا الماده لا تفنى ولا تستحدث من العدم، اذا هي موجوده من قديم الازل على كلامك. طيب انت ليه مقتنع ان هي موجوده ما فيش حد جابها لان هي دي طبيعتها؟ وليه مختلف معايا ان بقول الله هو خالق فدي طبيعته فما فيش حد خلقه؟ يا سيدي الفاضل انا بتكلم عن شيء اوريدي موجود، انت بتكلمني عن شيء مش موجود. موضوع الحلقه اثبات وجود اله، حضرتك بتكلمني كلامك بتفترض بالفعل في وجود اله وبتبني على هذا الافتراض. انت ما جبتش دليل على هذا الافتراض. افتراضك بيكون مبني على ان الله او الاله هو الذي خلق هذا الكون. قلنا لك ان الماده لا تستحدث من العدم والماده ازليه، اذا مش محتاجه لوجود خالق اللي انت بتدعي وجوده. فاثبت وهات دليل على وجود هذا الاله، مش تقول لي انا بفترض ان في اله والاله ده كمان ازلي والاله ده كمان هو الخالق، ما ينفعش يبقى مخلوق. يعني انت كده ما اثبتش، انت حطيت افتراض لم تثبت. انت الافتراض اللي انت حطيته هو موضوع نقاشنا. انت افترضت وجود اله وبتبني على هذا الافتراض، لم تاتي بدليل على هذا الافتراض. هو مجرد افتراض مش حقيقه يمكن اختبارها. لا انا بفترض ان الله موجود فهو اصل كل الاشياء الموجوده باعتبار ان هو خلقها. واذا انت مش متفق معايا في الجزئيه ديت او مش واصلاك وجهه النظر او ليك راي تاني، فانا هخش بوجهه نظر تانيه. ولو جيت اسالك سؤال واقول لك ايه هي الماده اللي خلقت الكون ده كله؟ هل هي خليه حيه؟ هل هي شيء صلب؟ هل هي كانت نواه؟ هل هي كانت ذره؟ رامي صوتك بيقطع يا رامي، انا ما سمعتش. ممكن تعيد اللي انت قلته تاني؟ لا انا بقول كلام صح، ما هو لازم يكون منطق. انت بتقول الانسان جه والانسان جه على كلامك ان الطاقه لا تفنى. انا قلت ما سمعتش. ارجو ان رامي يعيد كلامه لاني ما سمعتش. اولا محمد جمال اللي كان بيتكلم مش رامي.
انا اسف، انا ما سمعتش طيب اقول الكلام تاني أساساً. اقول تاني اتفضل. اذا انت مش مقتنع بكلام ان الله هو اصل الكون واصل الكائنات الحيه الموجوده باعتبار ان هو خالقها، وبتدعي ان انا بفترض ده، فانا هكلمك بشيء تاني، بنظريه تانيه او بمنطق تاني، الا وهو ايه؟ انت دلوقتي قلت ان اول شيء موجود هو الماده باعتبارها انها لا تفنى ولا تستحدث من العدم. اذا الكون ده كله اصله كان ماده، شيء صغير، وبعدين بدا يكبر ويبقى كواكب و طيب ايه هي المادة اللي خلقت الكون ده كله؟ هل هي كانت كائن حي، خلية حية؟ هل هي نواة؟ هل هو غبار؟ ايه المقصود بالمادة اللي انت تقصدها ان هي تتشكل في انسان وحيوان وجماد وبحار وانهار وجبال و ارد. اتفضل. تمام. حضرتك بتقول لي خلق، وكلمة خلق شيء مش منطقي ومش علمي، لأن قلت لك المادة أزلية. معنى إن هي أزلية ليس لها بداية وما كانش فيه عدم وحصلت عملية. في حد بيشغل موبايل عامل ذبذبة، يا ريت يكتب كنت عامل الموبايل صامت، بس معلش يا البير اعقب عليك في نقطة، ان انا حولت الحوار أكمل النقطة واتفضل عقب. كونك إن أنت بتفترض عملية خلق دي مشكلة منطقية وعلمية. منطقيا 0 لا يساوي 1. منطقيا لو في عدم مش هيبقى جات منه مادة. لو في 0، لو ما فيش مش هينفع ان انت توجد حاجة، لان هي 0 هو ما فيش، فمش هينفع من الصفر توجد شيء، مش هينفع توجد شيء من العدم. المادة أزلية ليس لها بداية، أي لم تخلق، لم تأتي من العدم. فكونك ان انت تقلب الموضوع وتقول لي مين اللي أوجدها من عدم، ما هي لا توجد من العدم. وكلمة الخلق دي منطقيا مغالطة منطقية، فأنت بتدخلني في مغالطة منطقية مش هينفع أدخل فيها. يا البير انت ما فهمتش كلامي. انا حولت الحوار ده. ما جاوبتش يا استاذ البير. ثواني بس. انا حولت، انت قلت النقطه ديت واضح ان هي مش قادر يعني، او انا مش قادر اوصلها لك. فحولت الحوار بطريقه تانية، او حولت السؤال بطريقه تانية. قلت لك ان الماده ديت اللي انت بتفترض ان هي خلقت كل الاشياء الموجوده، او مش خلقت، ان هي اوجدت كل الاشياء الموجوده ديت، ايه هي المادة دي؟ كانت عبارة عن ايه اللي هي انتجت لنا دلوقتي؟ بحار وانهار وجبال وانسان وحيوان وحشرات وهواء واكسجين ونيتروجين وكواكب. ايه هي كان اصلها عبارة عن ايه؟ المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. ده تعريف كلمة مادة. مش فاهم اللي انت بتتكلم فيه تقصد ايه. ما هو يعني اسمحوا لي اتكلم بص يا بدون مقاطعه زي ما انا بعمل. طب اتفضل. طيب اتفضل يا رب. طب هوضح لك انا وجهه نظري. يعني انت بتقول ان الانسان الماده لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم. طيب احنا دلوقتي شايفين حاجه اتخلقت من قدامنا، يعني الانسان والارض والكوكب. فهو السؤال اللي بيقترحه عليك، هل الحاجه اللي خلقت الحاجه ديت، هل انت تفتكر حاجه صلبه ولا الطبيعه ولا ايه بالظبط اللي وصل الانسان كما هو عليه والحيوان والجبال والكون؟ ده السؤال اللي هو الباشمهندس محمد جمال بيقترحه. تمام. صح كده يا باشمهندس محمد؟ تمام. طب احنا اظن انا فهمت وهو فهمه، هل انت عندك اجابه؟ كون ان الماده ازليه ماشي، والماده من صفاتها ومن الخصائص بتاعتها ان هي فيها الصلب وفيها السائل وفيها الصلب وسائل وغازي ماشي. فاصل الماده ايه انا ما اقدرش افتي بيه، لان دي ابحاث علميه، وايا كان مش هينفع تقول ان اصلها كذا لانها ازليه، لان ليس لها بدايه. يعني ما فيش نقطه صفر، نقطه بدايه ومنها بعد الصفر جت 1 وجت 2 وجت 3 لحد ما وصلنا. كونها بتبتدي من ما لا نهايه، الما لا نهايه نقطه لا يمكن تحديدها لانها ازليه لا نهايه. فما فيش نقطة، ما فيش نقطة ينفع تبتدي منها وتقول لي كان أصلها سائل أم صلب أم غازي، لأن ما فيش نقطة أصل وما فيش نقطة بداية. هي أزلية يعني ما لا نهاية، يعني ما فيش نقطة بداية. فكونك عايز توضع لها نقطة بداية ده مش مظبوط، لأنها أزلية. ما ينفعش شيء أزلي ملهوش بداية أحط نقطة وأقول دي بدايته. بدايته هي الما لا نهاية.
سيدي الفاضل، يعني أنت التقوى قلت- لا تفنى لا مستحدثا مؤاخذة الى يا ما لا نهايه. باشمهندس رامي، لا مؤاخذة يا باشمهندس رامي، سيبني اتفضل. الطلعة دي. سيدي الفاضل، حضرتك قلت ان لكل شيء بداية، وقلت ان المادة، وبعدين والله انت طرت الكلام من دماغي يا باشمهندس رامي في الحاجة اللي انا بتكلم فيها. اتفضل على ما افتكرها تاني. عشان كده قلت طيب مفيش انت حضرتك نقطة. من شويه، طيب على العموم انا اسف بس اتفضل انا يا كنت هرد باشمهندس، أنا عليك، آسف. فهو كان عاوز هو يرد يعني. طب هو استاذ الباشمهندس محمد جمال بيوضح لك نقطه، انا حاسس ان انت دخلت في موضوع تاني خالص يعني. انت دلوقتي قلت في البدايه الماده لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلص من العدم، هل القانون عندك اتغير؟ جت الماده من ما لا نهايه؟ مش فاهم يعني ايه القانون اتغير وجت من مدى نهاية. هوضح لك انا النقطة بتاعته. انت قلت البينة على من ادعى. انا بدعي ان في وجود اله بحسب فكرك، انا بدعي ان في وجود اله هو خالق الكون، وانت بتدعي ان في ماده هي السبب في وجود الكون ده كله. فلما اسالك الماده ايه ما تقوليش انا ما اعرفش، ما تقوليش انا ما قدرتش اوصل لها والابحاث وبما انك انت بتتكلم بالابحاث والعلم يبقى لما اسالك في النقطه اللي انت اثرتها او طرحتها للنقاش، يبقى لازم ترد عليا رد منطقي وما تبعدش عن الموضوع تتكلم في الرد. من اين؟ يبقى من فلان. طيب مفيش، هي ازليه، وهي انت قلت مفيش، يعني هي اتوجدت كده، مفيش، ما ينفعش اقول صفر، ما ينفعش اقول بدايتها من هنا. طيب اصلها كان ايه؟ لا يوجد اصل. اولا في مغالطه حضرتك عملتها وقارنت الله بالماده. الماده شيء اوريدي موجود، الماده شيء اوريدي موجود، انا لا ادعي وجوده. مظبوط ولا في حد عنده اعتراض على النقطه دي؟ لا، في حد اعتراض. بينكر من وجود أين ده؟ الماده؟ في حد اعتراض، بينكر لان وجود الماده ولا ما هي ايه ما فيش الماده حد بينكر اساسا؟ وجودها؟ هي ايه الماده؟ هي ايه الماده؟ الماده دي اللي المادة شكلت هي الكون ده كل- ايه هي؟ يا سيدي الفاضل، مشكلتك ان انت برضو بتلتف على المنطق وبتحاول تقول عكسه. كلمة بداية لا تصلح مع كلمة ما لا نهاية. لما اقول لك الشيء ده ازلي ليس له بداية، تقول لي ايه بدايته؟ لما هو ازلي ليس له بداية. ازاي انت بتلغي كون ان هو ازلي وعايز تفترض له بداية؟ كونك انك بتفترض ليه بداية ده ما ينفعش، لان هو ازلي، هو ما لا نهايه. ما لا نهايه يعني اقولها لك، ما لا نهايه، خلاص، ازلي وصلت، ما لا نهايه. ازاي وصلت. هحط له بدايه؟ وصلت. ولما انا اقول لك ان الله موجود ولا يموت وحي ولا تاخذه سنه ولا نوم ولا أين هذا يوجد له الله؟ مثيل، اين هذه الماده؟ الماده دي هي السماعه اللي انت بتكلمني منها، هي مكونات العظم والدم والجسم بتاعك، هي كل ما يشغل حيز من الفراغ، هي الذرات اللي بتكون جسمك. كيف فين تكونت الله بتاعك السماعه؟ بقى؟ ثواني. كيف تكونت السماعه اللي انا بتكلم منها على كلامك؟ هترجع تقول لي تكونت من مكون الكتروني. كيف تكون مكون الكتروني؟ هنقعد نقول كيف هترجع لاصل شيء واحد بس. ايه هو الشيء ده بقى؟ ده سؤالي. هو الله. الله اكبر. انا مستنيك. ما هو دي اجابتك اهو. على نفس دي اجابتك. دي اجابتك كده يا استاذ البير. ما هو الاجابه مالهاش حل غير كده يا استاذ البير. بص انت بتحاول تفترض بدايه واصل للماده. اوكي، لو سمحت، هي دي المشكله اللي أنا ما انت واقع بفترضش، أنا فيها، هرد. وهي لا، لو دي سمحت. اللي انت المغالطه اللي انت بتستخدمها. ما تحاولش توجه الشباب لنقطه انا ما بتكلمش فيها. انا انا برد ما عليك على بوجهش فكره. حد، انا بقول رايي. بعد لا، اذنك ما تقوليش بوجه رأيك. حد، انا بقول ماشي. رايي الشخصي. هو انا ما رايك ده بقولكش كلامك انت بتواجه الناس. انت كونت رايك بناء عن سؤالي او بناء عن اجابتي ليك، فانا برد عليك، انا ما بسالش. انت لما تقول لي الله غير موجود، وغير منطقي ان يبقى في حد موجود وما فيش حد وجده، طب هو جه منين؟ ما ينفعش السؤال ده يتسال، لان انا بقول هو من صفته الخالق. فانت مش مقتنع بالراي ده او بالرد ده، فانت يعني بتتكلم بنفس المنطق. لما اقول لك ايه هي الماده؟ كل ما يشغل حيز من الفراغ. اذا كل ديت كتير. طب نرجع لاصلها، كانت شيء واحد. ايه هو الشيء ده؟ رديت من شويه قلت انا ما اعرفش، انا ابحاث في مش عارف ايه. لا، المفروض طالما انت بتتكلم باسم الابحاث او بتتكلم بعدم وجود الله، يبقى عليك انك تثبت الكون ده كيف نشأ. انت قلت ان هو نشأ من ماده. ايه هي الماده دي اللي تكون بحار؟ اعيد لك السؤال المره الرابعه والخامسه. تكون بحار ومحيطات وانهار وانسان وحشرات وجماد واكسجين ونيتروجين وكواكب وفضاء خارجي ونجوم. ايه الماده دي؟ كيف نشأ؟ قلت ازليه. طب ايه هي؟ عباره عن ايه؟ ليه هو قال لك الله اكبر. ليه بتعرضني لما بقول لك ان الله هو خالق كل شيء، مع انك انت بتستخدم نفس المنطق، بتقول لي الماده هي خالقه كل شيء. طب الماده منين؟ قلت لي ازليه.
طب بتقول الله منين؟ قلت لك هو من صفته الخالق. يبقى هو نفس المنطق اللي انت بتمشي بيه. معلش هو نفس المنطق. حضرتك في نقطتين هقولهم تاني، وكونك بقى يعني هتتغافلهم انت حر. اولا الماده ازليه، ما ينفعش تقول لي بدايتها منين. الماده شيء اوريدي موجود في الوجود وفي الكون اللي احنا فيه ده. الكون اللي احنا فيه ده كله عباره عن ماده، الحديد، المغنيسيوم، الاكسجين، كل الكلام ده ماده. فانا بكلمك عن شيء اوريدي موجود، مش شيء خيالي افتراضي. حضرتك اللي بتدعي وجود اله لا يرى ولا دليل على وجوده، وحضرتك اللي بتخالف موضوع الحلقه وتثبت وجوده وبتقول لي لا ده موجود وخالق كمان. يعني انت ما اثبتتش ان هو موجود، لا انت بتفترض ان هو موجود وبتقول ان هو خالق. فحضرتك لم تاتي بدليل على هذا الشيء الغير موجود اللي هو خالق. انا بكلمك عن شيء اوريدي موجود وهو الماده، حضرتك بتكلمني عن شيء مش موجود اسمه اله او اسمه خالق او ايا كان ما انت تدعيه انت. اقول لك الماده ازليه، تقول لي جت منين وايه نقطه البدايه بتاعتها. ازليه بتقول لي هات لها بدايه، اقول لك ايه؟ انت ليه معترض ان انا بقول لك هات لها بدايه؟ ايه ليه معترض ان انا بقول لك هات لها بدايه؟ لانها ازليه، لانها ازليه يا لهوي. وليه معترض ان انا بقول لك ان الله هو الخالق؟ هو ملوش هو ما اتخلقش. الازليه ما ينفعش تخلق لانها ازليه. كونها ازليه ينفي صفه الخلق. فانت بتقول كلام عكس. استاذنك يا استاذ البير، الشباب الموجودين لو حد مقتنع بكلام الاستاذ البير يا ريت، او مقتنع بكلامي يا ريت يقنعني. لو هو مقتنع بالاستاذ البير يقنعني، لان انا مش مقتنع بكلامه الحقيقه. فجايز يكون حد من الشباب الموجود عنده وجهه نظر توضح الموضوع ده او توضح النقطه ديت، يفهمها للشباب الموجودين. انا عن نفسي مش فاهم الكلام اللي بيقوله لانه مش داخل دماغي، مش منطقي. فيا ريت حد محمد يسري او استاذ عمر يتفضل يوضح لنا النقطه دي. ممكن حضرتك يعني افكر معاك بصوت عالي وترد عليا كده، بس ما تقاطعنيش. يعني لما اسال حضرتك سؤال جاوبني على قد السؤال. اتفضل. دلوقتي حضرتك مقتنع ان الماده ازليه؟ موافق على كده؟ لو مشيت ورا كلامك هقول لك ماشي. يعني موافق ان الماده ازليه؟ ماشي، بس لما ماشي اتفضل، هوافق معاك ان هي ازليه. لا حضرتك موافق ولا مش موافق؟ مش موافق طبعا، لان الله هو خالق كل شيء. يبقى انت كده بتدعي وما عندكش دليل على كلامك وبتنكر معلومه علميه صحيحه. ما هي المعلومه العلميه دي مش هقدر اتناقش مع حضرتك. طيب هفترض ان الماده، لا ثواني يا استاذ رامي، هفترض ان الماده دي شيء ازلي زي ما انت بتقول، انها وجدت من لا شيء وجت لوحديها كده. اتفضل كمل. انا مش هسمح ان هو يكون افتراض. حضرتك بتؤمن بالعلم او لا تؤمن بالعلم؟ عشان يبقى في نقاط واضحه في كلامنا مع بعض. طبعا مؤمن بالعلم. يعني انت مؤمن ان الماده لا تفنى ولا تستحدث من عدم؟ ما هو العلم ده يفرض ان هو مش صحيح، يعني عقلانيا كده ما يجيش. امال ازاي بتؤمن بالعلم طالما ان انت طالما انت قلت بتؤمن بيه؟ ما عليك تكون واضح ماشي اوكي من البدايه. ما ينفعش تقول لي وبعدين تقول لي لا. يا انا على طول يا لا على طول. انا احب الحوار. العلم يعني نظريات مثبته بناء على ادله موجوده، تمام؟ خاضعه للتجربه. حلو قوي النقطه دي. جميل. الماده اللي انت بتتكلم عليها الازليه، هل العلم برهن انها ازليه؟ وكيف برهن؟ هو احنا نقول لا تستحدث من عدم. هو ذكر مش هنحلو. كونها لا تستحدث من العدم تديها صفة الأزلية لأنها لا تستحدث من عدم. كونك إن أنت تفترض إن كان في عدم وبعد العدم ده أتى شيء مجهول خرافي، أتى من العدم برضو وأوجد من العدم مادة، دي معرفش أسميها إيه. هي اسمها مغالطة منطقية. دلوقتي لو حضرتك بتؤمن بالعلم وبتؤمن ثانيا، معلش لحظة، موضوعنا إثبات وجود إله. ما هو أوكي، محدش قال دليل منطقي أو رياضي أو علمي على وجود إله. يعني موضوع الحلقة من ضمن الشروط والقوانين بتاعت الحلقة. بص يا أستاذ معلش أتدخل. طيب طب بص، انا عايز اقول لك، اصل تقول لي الاثباتات على وجود اله،
كل ما تمشي في الشارع هتلاقي اثبات على وجود الله، لو بصيت على الزرع هتلاقي اثبات على وجود الله، لو انت اكلت تفاحه ولقيت بذر جواها والبذر وقع على الارض وطلع. معلش يا استاذ رامي، هو ما بيقتنعش بالكلام ده لان هو بيقتنع بس انا عايز اقنعه، بس انا عايز اقول لك ايه يثبت ده. انت ملحوظه يا باشا، ده بعد كل حاجه. اذنكم، بعد اذنكم لحظه، انتوا الاثنين بصرف النظر ان انتوا ليكم نفس الميول، ولكن انتوا الاثنين اتكلمتوا في نفس الوقت، وانا قلنا من الاول واتفقنا مفيش مقاطعات نهائيا، فانا ولا سمعت جمال قال ايه ولا سمعت رامي قال ايه. اتفضل يا رامي. مفيش مقاطعات، واحد بس اللي يتكلم وبراحتكم، انا مش هقول لكم حاجه. اتفضل يا رامي. انت حضرتك بتقول اثبات وجود الله، انت لو مشيت في الشارع هتلاقي كل اللي انت بتشوفه اثبات وجود الله. لو كلت تفاحيه او كلت رمان ومسكت البذور بتاعتها والبذره وقعت في الارض وطلعت الحبه، طلعت 100 حبه، هتلاقي كل دي اثبات وجود الله. لو بصيت على الكون كله وتنظيم، لو بصيت لعينيك والشبكه والدقه بتاعتها هدي اثبات وجود الله. لو بصيت على عينك اليمين تلاقي زي الشمال، ودنك اليمين زي الشمال، رجلك اليمين زي الشمال، ما تبقاش ده تطور، ده اثبات وجود الله. فكلمه اثبات وجود الله ديت لو قعدنا نتكلم فيها هنقعد من هنا لحد مليون سنه جايه. فانت ما تقوليش ايه هو اللي يثبت وجود الله، ده ما فيش حاجه ما بتثبتش الا وجود خالق. لو احنا فكرنا بالعقل. ارد عليك انا يا رامي، هو اصلا مش مقتنع بالكلام ده، هو مقتنع ان العين والانسان والنبات والكلام ده وجد عن طريق ماده وليس عن طريق اله، فانت بتقول ان هو عن طريق اله، فهو مقتنع ان هو عن طريق ماده. فانا مش هرد عليه الكلام ده، ولكن هقول له ان الله قال لو اجتمعوا لن يستطيعوا ان يخلقوا ولو ذبابا، فالاله بتاعي او الله قال كده. لو انت قدرت تخلق ذبابه يبقى اذا ده وجود لله. جميل. اتفضل. كلامك خالف ما اتفقنا عليه، ان انت تثبت وجود اله. انت لم تثبت وجود اله، انت ذكرت لي آية قرآنية لم تثبته ولا بعلم ولا بعقل ولا بمنطق ولا حتى بدليل رياضي. اوكي، دي نقطة رقم واحد. النقطة رقم اتنين، احنا حاليا في حاجة اسمها روبوت، في حاجة اسمها كمبيوتر وبرمجة اقوى واذكى مما تدعيه انت زورا وما تدعيه في وجود اله وخالق وحكيم وذكي. حاليا عندنا كمبيوتر دلوقتي بيوصل صوتي هنا من سويسرا لعندك في السعوديه، ولعند المهندس رامي في طنطا في القاهره، وبيوصل الاستاذ جسري برضو في مصر. ده اللي عمله الانسان. عمل دلوقتي ان انت تقدر تشوفني فيديو اللي عينيك ما تقدرش تشوفني فيديو. عمل حاجه اسمها عدسات وكاميرات بتصور هاي ديفينيشن وبسرعه 1500 فريم في الثانيه، مش العين اللي بتشوف بسرعه 25 فريم في الثانيه. فاللي انت بتقوله بصراحه انت يعني مش عارف ارد عليك اقول لك ايه. يعني كل ما يصنعه الانسان وعمله اقوى بكثير مما تدعيه انت في الذبابه ولا حتى في الانسان اللي هو انت. كل اللي انت قلته مظبوط ماشي، وبرضه ما جبتليش دليل على وجود اله. كل اللي انت قلته مظبوط. لما انت تقول ان الانسان خلق اعقد واعقد واعقد ويعجز ان هو يخلق شيء سهل. الو، سامعك، اتفضل. الصوت قطع مره واحده. المهم يعني كونك انا سامعك بس كاتم المايك عشان طيب كونك ان انت تقول ان الانسان هو خلق مخلوقات او خلق كمبيوتر وبرمجه اعقد من الذبابه او شيء سهل زي ما انت قلت، طب ليه يعجز ان هو يخلق شيء سهل؟ برضو بتخرج بره الموضوع وما جبتليش دليل على وجود اله. والله العظيم هو والله العظيم هو ده. بدليل على ادعائك. انت بتكلمني في القرآن وآية قرآنية، ما قلتليش ازاي الاله ده خلق الكون من العدم بعكس ما تقوله كل قوانين العلم والفيزياء والمنطق والرياضيات. احنا ما بنتكلمش في خلقه من العدم ازاي، احنا بنتكلم لا انت اللي مش ملتزم دلوقتي. الله كذا. احنا ما بنتكلمش في الله ازاي خلق. انت هتغير الموضوع. احنا بنتكلم في كون وجود اله او عدم وجود اله. لما انا اقول لك انت لن تتحرك من مكانك، خلاص لن تتحرك الحين من مكانك. لو انت قمت ابقى انا كاذب ولا صادق؟ ابقى انا كذاب. طيب لما اقول لك لن تستطيع لن نفي، خلاص جازم. لن يبقى وانت تخلقها او تخلقها يبقى انا كذاب، يبقى مفيش اله، يبقى الكلام ده من عند محمد. طب لما انا اقول لك لن وفعلا باللن لن تخلقها وانت فعلا ما خلقتهاش، يبقى اذا انا صادق. انت عليك انك تثبت ان كلامي خاطئ عشان تثبت عدم وجودي. موضوعنا اثبات وجود اله ولا موضوعنا الكلام اللي انت بتقوله؟ وانا لو قلت لك ان انت ما تقدرش تموت دلوقتي، طب انا بقول لك انت مش هتموت دلوقتي،
لمده 5 دقائق، بعد 5 دقائق او ال5 دقائق دول انت هتفضل عايش. انا ممكن اجيب خنجر واموت نفسي يبقى خلاص يعني؟ لا ما تقدرش، انا بقول لك ما تقدرش. يعني انا لو جبت خنجر وموت نفسي وكان كلامك خاطئ يبقى فيه اله؟ مش هتموت لو ضربت نفسك بخنجر دلوقتي، مش هتموت. وانا اضمن لك حياتك لمده 5 دقائق. لو سيارة دي طيارها انا اضمن لك. بص هقول لك على شيء واديك تحدي اكبر. انا اضمن لك ان الشمس تطلع بكره، وانك بكره هتكون عايش مش ميت، وان الشمس بكره تطلع في ميعادها. مش كده. لو انت عايز تثبت فعلا عدم وجود الاله، خلي الشمس تطلع من المغرب. بجد؟ لا، خلي الهك اللي يطلعها من المغرب. ما هو اله هيطلعها من المغرب ولكن لوقت معلوم. لا مفيش الكلام ده. الشمس لما تطلع من المغرب يبقى اذا خلاص الحياه على الارض كده. احنا طلعنا من النقطه الاساسيه واللي احنا اتفقنا فيه في اول الحلقه، اثبات وجود اله. انت تدعي وجود اله اسمه الله، وكلم محمد اله. قلنا مش هنتكلم عن الاديان وهنتكلم عن اله. حضرتك عمال تقول لي الله والقران. انا ممكن اقول لك رع بتاع المصريين القدماء، وممكن اقول لك زيوس هو اللي خلق الكون، ممكن اقول لك الكلام ده كله ونبقى خرجنا عن بره الموضوع خالص زي ما انت عايز، ومش هنلتزم بموضوع الحلقه اثبات وجود اله من عدمه. انا قلت لك الماده ازليه، كونها ازليه تنفي صفه خلق وانه اتى من العدم. حضرتك ولا قلت لي ايه الدليل على وجود الاله اللي انت بتدعي بيه، ولا جبت لي دليل على صفاته، ولا قلت لي جه منين ولا خلق ازاي. انت بتقول لي في الله وقال كذا وهو كده. نفس الموضوع اللي انت بتتكلم على وجود اله. نفس الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، بتقول لي ان الماده هي اصل الحياه على الارض. فانا بقول لك ان الله هو اصل الحياه على الارض، فانت بتقول لي اثبت ده، فهقول لك اثبت ان الماده خلق منها الانسان يا او نتج عنها الانسان. هقول لك على حاجه تاني توريك المغالطه اللي حضرتك بتقولها. انا بدعي حاليا وجود ضفدعه لونها فحلقي، ماشي، وليها 7 رجلين و7 عيون، عايشه في مجره اندروميدا. او اقول لك يا سيدي عايشه جوه الشمس. اثبت لي ان كلامي غلط. هو ايه اللون الفحلقي ده الاول عشان اثبت لك بس؟ لون بن الكحل. اللون الفحلقي ده لون محدش يعرفه ومحدش يقدر يشوفه. اثبت لي بقى عدم وجود الضفدعه اللي لونها فحلقي وانه 7 عينين و7 رجلين جوه الشمس. اثبت ان كلامي غلط. تمام. اقول لك كلامي غلط لان هي غير موجوده، لكن لما انا اقول لك الذباب لن تخلق مثله، فالذباب موجود ومرئي. يا سيدي الفاضل، انت لم تثبت لي انها غير موجوده. انا بدعي هذا الشيء. اثبت لي عدم وجود هذا الشيء. انت كده يا محمد تخطيت. حضرتك فعلا عايز تلتزم بالقران. القران قال لك البينه على من ادعى. يعني حينما تدعي شيء عليك تاتي بالشيء ده وتاتي بدليل عليه ونقدر نجربه. لو انا بدعي ان في جيبي 1,000,000 جنيه دلوقتي، عليا ان انا اوريك ال1,000,000 جنيه، ما اقولكش اثبت اني مش معايا 1,000,000 جنيه. يعني ده كلام سوري، يعني يفتقر لابسط مبادئ المنطق وعلم الكلام او الحوار حتى. يعني هو علم الكلام والمنطق اللي انت بتتكلم عنه ان الماده يعني جات لوحدها كده، هو ده المنطق. انا لم اقل انها اتت لوحدها. العلم اللي قال انها ازليه والماده موجوده، مش شيء خيالي لا يرى كما انت تقول. الماده شيء موجود بالفعل، مش محتاج اثبت لك ان في ماده. يعني اثبت لك ان في ماده اثبت لك ان في شمس وكل الناس شايفاها. تمام. يعني ده كلام جنان. لو انا بقول لك كلام ممتاز. خلاص وصلت فكرتك. وصلت دليل على هذا الكوكب. وصلت فكرتك. لماذا الماده لم تخلق كائنات على كواكب اخرى؟ الماده عايزه كده يا سيدي الفاضل. موضوعنا لماذا الماده لم تخلق كائنات ام وجود اله. حضرتك عمال تلف وتدور ولم تأتي بدليل واحد منطقي او علمي او رياضي على وجود اله. حضرتك بتقول لي ليه الماده عملت كذا؟ طب ليه الماده ما عملتش كذا؟ طب ليه ما اعرفش ايه؟ طب ليه انت اسمك محمد ما اسمكش محسن؟ اسمعني انت يعني قلت الماده هي اللي خرجت لنا كل الناتج الموجود دلوقتي. ما هو قريب من العقل. انت قلت الماده اللي خرجت لنا كل الاشياء الموجوده دلوقتي من انهار وهي لا تفنى مستحدث من العدم لانها ازليه. خلاص؟ طيب لماذا الماده اللي باعتبارها هي ازليه لم تخلق، بلاش تخلق دي،
لم تنشئ أو لم تنشئ الأشياء اللي موجودة على كوكب الأرض، لماذا لم تنشئها في كوكب المريخ؟ لماذا لم تنشئها في كوكب المشتري؟ هل هذا دليل على إله أو على ذات؟ أنا ما بتكلمش في إله، خلينا ما فيش إله. يبقى أنت خرجت بره الموضوع. أنا مش راضي أقول لك إن أنت بتتكلم بره الموضوع. لا هو ده بتكلمني دلوقتي في إيه؟ بتقول لي ليه المادة ما أوجدتش؟ موضوعنا إثبات وجود إله من عدمه، مش ليه المادة جابت وليه المادة ما جابتش. أنت بتنفي يا البير لو المادة كانت تدعي يا البير، لو المادة محمد سعيد بقينا سوق كله عمال يتكلم، محمد سعيد ورامي ومحمد جمال، بقينا في سوق. محمد سعيد في قواعد يا ريت تشوفها في النص الموجود في الشات، في قواعد للكلام. في حد بيتكلم والباقي كله بيرد، بس واحد بس اللي بيرد عليه، يعني بيستمع واللي عايز يرد بيرد. انت دلوقتي بتقول مفيش الا والماده موجوده. طيب خلاص انا خليك معاك، الماده موجوده مفيش وجود اله. طب لماذا الماده دي الحلقه ممكن تلتزم بموضوع هو ده موضوع بره الموضوع لو سمحت؟ هو ده موضوع دليل اثبت وجود اله. اتفضل. انا بس ايه دليلك على وجود اله؟ بكافه الطرق بتقول لي لا انت خرجت بره الموضوع. هو ده الموضوع. يعني قول لي الدليل رقم 1 كذا، الدليل رقم 2 كذا، الدليل رقم 3 كذا. زي ما انا قلت لك الدليل الرياضي، الدليل المنطقي، الدليل العلمي. هو دليلك مش منطقي. يعني الماده لو هي خلقت كل الاشياء الموجوده على كوكب الارض، ليه ما خلقتش اشياء موجوده على كواكب ثانيه؟ هو ده دليل. انا لم اقل ان الماده خلقت او خلقت، انا لم اقل هذا. نتج منها الاشياء الموجوده على كوكب الارض، لماذا لم ينتج مواد ثانيه على كواكب ثانيه؟ الماده عايزه كده برضه. اصل السؤال عبثي، لان موضوع هو برضه لما تقول لي ما فيش السؤال منطقي. طب انا مش هتكلم. شوفي يا البير معلش، لما اسال سؤال وما تعرفش ترد ممكن تقول لي ان انا هبحث وهسالك في السؤال ده، لكن ما تقولش سؤال عبثي، لان هو مش عبثي، لان هو بيتكلم بالمنطق اللي انت افترضته. يا سيدي ما تقولش سؤال. في موضوع بنتكلم فيه ولا ما فيش؟ ثواني لو سمحت. انت امبارح لما سالتني سؤال قلت لك انا اجهل السؤال ده او ما اعرفوش ولسه هسال فيه وهرد عليه، ما فاتتش من عندي. خلاص. انا دلوقتي لما اسال حضرتك سؤال ما تقوليش خرجت بره الموضوع. انت افترضت ان الماده موجوده وخلقت، بلاش خلقت ونتج عنها. انا لم افترض، ده شيء اوريدي موجود قدامك. الماده موجوده قدامك ولا مش موجوده؟ العلم على كلامك اثبت كل الكلام. يا سيدي الفاضل لا ماليش دعوه بالعلم ومش هتكلم في علم. الماده موجوده قدامك دلوقتي ولا مش موجوده قدامك؟ طب ما الله كلامه موجود قدامه وبيتحقق. ممكن تجاوب على قد السؤال بدون هو ده السؤال. لف ودوران او تخرج بره الموضوع. سؤال ما حد شايفني بلف وبدور، ممكن تقول ان بلف وبدور، لكن انا ما بلفش. انا بجاوبك بنفس المنطق اللي انت بتتكلم فيه، ولو هتتكلم بنفس العلم فانا بكلمك بنفس العلم اللي بتتكلم بيه. يا سيدي الفاضل، الماده قدامك وشايفها بعينيك ولا مش شايفها؟ شايفها بعينيا. انا سؤالي ليك دلوقتي الماده ليه ما خلقتش؟ الماده ليه ما نتجتش عنها؟ بص برضه ما تدينيش فرصه اكمل كلامي، وبرضه بعد ما جاوبت بتطرح موضوع تاني. هقول لك انا خلصت الموضوع والدليل على الموضوع. هقول لك لا هقول لك الدليل على وجود الله وخلصت الموضوع ده عشان ما نقعدش يعني كل ما اخش لك في ناحيه تخش لي من ناحيه. الله قال ان الحياه موجوده على كوكب الارض، وانت قلت ان السبب الحياه على كوكب الارض هي الماده. احنا بنقارن دلوقتي بين ان ده الصح ولا ده الصح، ده موجود ولا ده الموجود. الله قال ان اصل موضوعنا اثبات وجود اله، مش انهي هو ده اثبات وجود اله. اثبات وجود اله. الله قال ان يا سيدي الفاضل لو سمحت، مش كل ما اخش من موضوع تاني بطريقه تانيه تجيب لي نفس الموضوع تقول انت بتخرج عن السياق. هو ده السياق. الله قال يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل والله هو ده الموضوع. سيدي الفاضل هو ده الموضوع. الله قال ان الحياه موجوده على كوكب الارض فقط. انت قلت ان الحياه اللي موجوده على كوكب الارض دي هي عباره عن ماده. لماذا الماده دي ما وجدتش حياه على كوكب تاني؟ هتقول لي الله ما وجدش على كوكب، لان الله ما قالش في كواكب تانية فيها حياه. الحياه موجوده على كوكب الارض فقط. يا ريت حضرتك تجاوب. اظن ان حضرتك من شويه في الحوار او قبل النظام اللي المفروض نمشي بيه دلوقتي قلت لي ان الحياه، ان المريخ عليها حياه، ليه الحياه دي ما اتطورتش؟ بس مش موضوعنا. موضوعنا هو نفس السؤال. لما تخلص خالص وهتحترم ان انت ما تقاطعش كلامي زي ما انا مش هقاطع كلامك، قول لي اتكلم. ما تقاطعش والله، ما بقاطعش. انا بستدل من المنطق اللي انت بتستدل بيه على عدم وجود اله في ان هو الاله موجود فعلا.
حضرتك انا بتكلم عن ماده اوريدي موجوده وكل العالم وكل الناس شايفاها. حضرتك بتكلمني عن اله اسمه الله بتاع القران بحسب وصف القران، وفي المسيحيين بيتكلموا عن اله تاني وغيره اله تاني، وهتدخلنا في موضوع خارج موضوع الحلقه. موضوعنا اثبات وجود اله، ماشي؟ عشان بعد ما هنشوف بقى هنثبت وجود اله من عدمه، هنشوف هو انهي اله في الالهه، وده يعني موضوع تاني خالص. فحضرتك لم تأتي لي بدليل على وجود إله ولا إن في إله خلق هذا الكون. قلت لك هذا الكون، هذه المادة أزلية ولا تستحدث من عدم ولن تصير لا شيء أو عدم. حضرتك ما جبتليش دليل على إلهك ولا صفاته ولا إنه خلق الكون ده. سيد الفاضل أنا جاوبتك بالمنطق بتاعك، جاوبتك بأي شيء، وأنت مصر إن المادة أزلية، إن إثبت وجود الله. ما هو ده إثبات وجود الله. بس عاوزين إجابة يا أستاذ ألبير. إحنا بنتكلم ليه؟ ما حصلش يعني. أنا بسألك سؤال واضح 4 مرات أو 5 مرات متتاليين، وأنت برضه دخلتنا في مواضيع ثانية. إحنا قلنا أنت قلت ما يا باشا انا هقول لك اهو، هقول لك السؤال اللي هو قاله 4 5 مرات وحضرتك برضه دخلتنا في مواضيع ثانيه. السؤال ده كرروه كم مره؟ قال لك في انت قلت الماده طلعت من عدم كده، الانسان وكل التطور ده طلع من عدم وطلع حياه على كوكب الارض، مع ان عمر كوكب الارض وكذب. انا ما قلتش اتت من عدم، ما تقولنيش كلام ما قلتهوش. قال ان هي ازليه يا استاذ، معلش انها اتت من العدم، ما تقوليش كلام ما حصلش الكلام ده على كوكب المريخ او اي كوكب اخر. ليه الميه بتغلي عند 100 ما بتغليش عند 110؟ إرادة الله. ما هو نفس السؤال، سؤالنا عن وجود إله. هذا كل من العدم، وهذا كل لم يأتي من العدم، فادعاء كله من أساسه باطل. أنت ولا جبت لي دليل على وجود إله. الله ده إزاي خلق الكون، ولا أنت خلق الكون؟ لأن الكون لم يخلق، الكون أزلي، ماشي، وده ينفي وجود إله. أنت بقى ما جبتليش الإله ده أنت جبته منين، ولا جه إزاي، ولا إزاي خلق الكون، ولا والله ثم والله مفيش حياة على المريخ. طب احنا هنقول لك إجابتنا، هنقول لك اجابتنا استاذ البير، هقول لك احنا اجابتنا ايه وانت قول لي هل صح ولا لا. احنا قلنا كوكب الارض ده فيه ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الشمس دليل على وجود هذا الاله. دليل على كده، دليل على كده. انا قلت لك لو قلت لك دليل كتير يا جماعه ممكن اتدخل؟ اتفضل يا محمد يا سيد. طيب اتفضل. ممكن اسال الاستاذ البير؟ يا ريت يكون في اثبات وجود حضرتك ما في نفس المجال انا بتكلم اصلا. اتفضل. انت دلوقتي بتسال استاذ محمد، بتقول له احنا شفنا الماده. انت شفت الماده يا استاذ البير؟ ايوه، الماده هي اللي بتكون كل شيء حواليك، حتى هو قصده الماده. انت شفتها؟ شفت ايه بالظبط؟ شفت الماده وهي بتطلع من لا شيء. ما قلتش بتطلع من لا شيء، وحضرتك تاني مرة انا قلت ان المادة ازلية. انت اللي بتدعي ان الهك المزعوم ان هو اتى بها من لا شيء. لو حد هيقول على لساني كلام انا ما قلتهوش محمد السيد رد يعني انت حر، بس انا كلامي موجود. ويعني انا بسألك سؤال يا البير، انت شفت المادة؟ ايوه، ارى المادة الان في كل شيء موجود حواليا. انا بسأل سؤال، انت شفت المادة؟ ايوه شفتها وما زلت شايفها حتى الان. لا هو مش قصده كده، قصده الماده اللي هي السبب. حضرتك دخلت جوه قصده منين؟ مش هو بيتكلم، حضرتك بتقاطعه وبتقاطعني ليه؟ طبعا معلش يعني حضرتك كمان دخلت جوه قلبه وتعرف ايه هو قصده واللي جوه عقله. يا سبحان العقل. اوصف لي الماده اللي انت شفتها يا قلبي. اوصف لك الماده اللي انا شفتها. جميل. قدامي خشب دلوقتي اللي هو كربون، لونه بني فاتح. قدامي دلوقتي زرع بيتكون من كل الحاجات اللي احنا عارفينها، كذا كذا كذا. قدامي نجوم بتتكون من غازات، قدامي سحب بتتكون من ثاني اكسيد الكربون. يعني مش فاهم. قدامي انت جاوبت على نفسك، انت بتجاوب على نفسك. قدامي الازاز اللي هو بيتكون من السيليكون. انت بتشوف مكونات او صور او اشكال للماده وليس الماده ذاتها. الكلام ده علمي صح؟ حد لو انا بقول بتكلم غلط حد يغلطني. انت بتشوف صور وامثله واشكال، تمام؟ بتشوف صور الماده لكن ما شفتش الماده.
اذا ما تقدرش تثبت ان بناء على كلامك يبقى اذا ما فيش ماده، لان انا ما شفتهاش، انا كل اللي انا شفته صور الماده. ده على النقيض، احنا ما شفناش ربنا، بس احنا شفنا دلائل عليه، على خلق ربنا. انت ما شفتش الماده، انت شفت صور واشكال. هو الحديد اللي قدامي ده ماده ولا مش ماده؟ الحديد اللي قدامك مجموع نتاج ماده او صور واشكال مواد. ماده ولا مش ماده؟ يا ماده يا مش ماده. المكون الحديد ده ماده ولا مش ماده؟ الميه دي ماده ولا مش ماده؟ مكونه. سؤالي واحد، سؤالي يا لا. بص طب انا ايه رايك نجيب مع بعض انا وانت، تمام؟ نجيب هيدروجين ونجيب اكسجين، تمام؟ ونحطهم مع بعض ونجمع ميه او شفشة مع بعض كده. مش هي دي مكونات الميه؟ نجمع مع بعض انا وانت ونضيف عليهم نيتروجين ونجمع شويه هواء كده حلوين مع بعض، نعبيهم في ازازه مع بعض. طالما هي دي مكونات الكون، صح ولا انا غلطان؟ ونشوف هتطلع. تمام. انا بصراحه شايف بصراحه ان كلامكم كله خرج عن أوي. الموضوع. احنا كلامنا عن وجود خالق، فانتوا افترضتوا وجود الخالق. هي دي الاثباتات يا سيدي الفاضل على وجود الخالق، ويعني افترضتوا بعد كده ان هو خالق، يعني افترضتوا وجود اله وبنيتوا على كده ان هو خالق. نفس المنطق بتاع محمد يا يسري، يا استاذ محمد يا يسري، مع احترامي لكم، انتوا كده دلوقتي دللتم على نقض كلامكم. ايه نقض كلام؟ بيقول لك انا ما شفتش ربنا اذا هو غير موجود. طب ما احنا اللي احنا بنكلمه احنا ما شفناش الماده، بس شفنا الماده موجوده في صور وفي اشكال وفي امثله، لكن ما شفناش الماده نفسها. كل شيء احنا زي ما اتفقنا ان كل تفاعل كيميائي بيحدث بين عنصري اثنين. ما فيش عنصر كيميائي بيتفاعل. استاذنك يا استاذ محمد يا سعيد، وهو ده نفس السؤال اللي سالته الالبير في الاول خالص. قلت له الماده دي كانت في الاساس عباره عن ايه؟ اللي كونت الكون. رد عليا ايه الدليل على وجود الله؟ طيب انا ممكن الخص لك ممكن اتكلم زيكم ولا في حد هيقول حاجه تاني عشان ارد على اسئلتكم؟ اتفضل. طيب رقم واحد، انا هفتح الكاميرا عشان برضو الناس كلها تبقى شايفه. دي حاجه اسمها بلاستيك، دي ماده ولا مش ماده ولا اله ولا ده شكل من اشكال الماده. شكل من اشكال ماده ولا مش، يا ماده يا مش ماده، يا ماده يا مش ماده، يا ابيض يا اسود، يا ماده يا مش ماده. ماهاش عقل مش ماده يا جدعان. ما هو سؤال يا يا لا، يا الاجابه ما فيهاش غير حل واحد، يا يا لا. دي ماده ولا مش ماده؟ دي ماده ولا مش ماده؟ يا ماده يا مش ماده. دي فعلا ماده. دي ماده ولا مش ماده؟ دي ماده مطر ولا مش مطر؟ ده قسم من اقسام الماده على الصوره الصلبه. الماده تنقسم الى غازيه وصلبه، تمام؟ يعني ماده ولا برضه ما حدش قادر يجاوب على السؤال وكله بيلف ويجاوبك. ماده يا مش ماده؟ دي ماده ولا والله هو جاوبك قال لك شكل من اشكال الماده. سؤال واحد، يا ماده يا مش ماده. دي عباره عن ماده ولا ما هي جاوبك 4 مرات وقال لك دي شكل من اشكالها. الماده زي ما انت قلت هو كل شيء يشغل حيز في الفراغ، وهو بيبقى على شكله السائل والغازي والصلب. انت جبت شكل من اشكاله الصلب. الماده بقى اللي تكون منها الاساس دي كانت ايه؟ عشان برضو اللف والدوران. الحديد عايز اعرف انتوا مش عايزين تجاوبوا ليه؟ هي ماده ولا لا؟ يا اخي ما احنا جاوبنا، دي صوره من صور الماده، صوره صلبه. يعني دي ماده، يعني دي ماده هي الحديد ولا مش ماده الحديد؟ دي ماده الحديد ولا مش ماده يا سيدي الفاضل؟ دي ماده الحديد ولا مش ماده الحديد؟ هي ماده الحديد. هي ماده الحديد. اوكي، هي ماده الحديد من انواع المواد. انا ما استخدمتش الاسلوب ده معاكم. ماشي، ما صح. بيكلمك في نقطه انت بعيد في نفس النقطه. دي ماده الحديد ولا مش ماده الحديد؟ ماده الحديد. اديني شفت الماده واديني وريتها لك واديني وريت لك صور. طيب وهي الذبابه موجوده ولا مش موجوده؟ ربنا قال لك لن تستطيع تخلق غيرها. الماده ليس لها لا لون ولا طعم ولا رائحه. لا الكلام ده مش مظبوط. مش الماده على حسب، في مواد الذرات بتاعت الاكسجين مثلا هي شفافه او كده، ولكن في حاجات كتير ليها لون وطعم وريحه.
زي الحديد مثلا ليه حتى لون، يا سيدي الفاضل ليس المغنيسيوم لها ليه لون لون، ولا طعم ولا الذهب رائحة. ليه لون. على العموم الذهب على ليس. العموم على العموم عايز اقول على نقطه صغيره خالص. الماده هي شيء اوريدي موجود في الكون، مش ادعاء زي الاله اللي انتوا بتدعوه، ومفيش اي ذره من ذرات الاله ده موجوده. حد يقدر يوريني انا وريتك ذرات الحديد، وريتك شكل من اشكال الماده، ماشي؟ انت طول الحوار بقالنا ساعه لم تاتي بدليل على اله، ولا وريتني الاله ده زي ما انا وريتك صور الماده. بس انت اللي مش واخد بالك منه. اتينا وقلنا لك الذبابه لن تستطيع تخلق مثله، والجبال ارساها، الجبال جعل لها وتد في الارض، وان من 1400 سنه ما كانش فيه اعتقد ان في مناقيب ولا مثقاب ان هو يكشف ان الجبل له وتد ولا ملوش. جميل. كل الكلام ده مسروق بالنص، مسروق من الحضاره البابليه والحضاره المصريه ومن المسيحيه واليهوديه والازيديه والزرادشتيه والكونفوشيوسيه. كل الكلام ده الديانات دي قالته. هات لي النص من الديانه البابليه اللي انت بتتكلم فيها. كل ما اقول لك حاجه، كل ما تدعيه انت لعلمك، كل ما اقول لك شيء تقول لي مسروق من الديانه البابليه. كل ما اكلمك شيء احنا بنتكلم يا سيد البير عن حقائق علميه. على العموم بشكركم انتوا الثلاثه ان ما حدش فيكم اتى بدليل رياضي. سيد الفاضل احنا جبنا لك ادله، انت مش مقتنع. احنا سالناك سؤال انت ما ردتش عليه لحد دلوقتي. مش عارف ترد يا استاذ. جميل. ليه الماده ما خلقتش الاشياء ديت على كوكب تاني؟ فين السؤال؟ السؤال عن وجود اله ولا وجود الماده؟ احنا بنقول في وجود اله. هي اللي انتجت كل الكلام ده. احنا قلنا لك الله هو اللي انتج، فانت قلت الماده. احنا قلنا لك الله انتج، وانتجه في الارض بس ما انتجوش في مكان تاني. فانت قلت لا، الماده اللي انتجته، اذا الماده قادره انها تنتجه في مكان تاني. لماذا لم ينتج في مكان اخر؟ هو عشان الميه بتغلي عند 100. ليه بتغلي عند 100؟ ليه ما بتغليش عند 110؟ ليه في اسباب لكده مش درجه اكسجين؟ ليه الهكم ما عملهاش 3 ذرات هيدروجين؟ ليه الهكم ما خلاش الميه تغلي عند 50؟ يعني كلام كله منتهى العبث وكلام بعيد عن اي منطق. على العموم يا عمر يا شباب هديكم فرصه تتكلموا، لان اعتقد ان كده الحوار احنا يعني كل واحد قال ما عنده، ولكن برضو ارجو من استاذ رامي، ثم الاستاذ المهندس محمد جمال، ثم استاذ محمد سعيد، كل واحد فيكم يقول ادلته على وجود الاله اللي هو بيدعيه، عشان انا حابب اسمع الادله بتاعتكم. هقولهم لك تاني وهعيدهم لك تاني. انا بدعيه حسب كلامك، الا وهو الله موجود، والدليل على ذلك ان هو قال الحياه على كوكب الارض، ان هو قال لن تخلقوا الذباب، ان هو قال او دحاها، وذكر الجوار الكنس للحديد، وانزلنا الحديد فيه باس شديد. خلاص، حاجات كتير جدا 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 موجوده وبتثبت ذلك. أضعفها أن لن تخلق ذبابة ولو اجتمعوا. فهل المادة اللي انت بتتكلم عنها اللي هي البشرية والناس دي كلها نتاج عنها، هل المادة دي قادرة انها تعمل نتاج تاني على كوكب آخر؟ هل انها قادرة تعمل نتاج تاني غير الموجود دلوقتي؟ يعني مثلا نسمع مثلا ان هي ممكن تنتج انسان ب3 رجلين مثلا، ما عملتش كده، لان الانسان هو ده ردي على وجود الله واثبات وجوده. الماده اللي انت بتتكلم فيها ديت اذا هي خلقت اشياء تانية وكائنات تانية على كواكب تانية، يبقى اذا هي تنتفي وجود الله واحنا كلنا كاذبين، لكن ذلك لن يحدث. حضرتك مش امبارح قلت ان المريخ عليه حياه ولا ما قلتش؟ وعليه كائنات حيه ومتطوره زينا ولا ما قلتش الكلام ده؟ قلت ولا لا؟ ممكن السؤال هل يا يا لا؟ رد عليك انا بقى. يا لا ارد عليك. هل قلت كده ولا ما قلتش كده؟ ارد عليك. طب ارد عليك. نعم ام لا؟ ثواني ارد عليك. ربنا لما بعت سيدنا ادم الى الارض ما بعتوش في كواكب تانية. طيب السؤال هنا، هل الله ممكن يكون خلق كائنات تانية على كواكب اخرى؟ اي نعم، الاجابه نعم، ولكن شوف الإجابة بتاعتي هقولها ازاي. الله لن يخلق بشر على كواكب أخرى،
وإنما قد من الممكن أن تكون حياة على كواكب أخرى، بدليل قول الله ويخلق ما لا تعلمون. إذا صفة الخلق مستمرة، فإذا البشر موجودين على الأرض بس مش هتلاقيهم في كواكب تانية، ده مستحيل، لأن الآدم نزل الأرض ما نزلش في كواكب تانية. لكن ممكن يبقى في كائنات حية على كواكب أخرى، وهو ده اللي القرآن قال ويخلق ما لا تعلمون. لكن المادة بتاعتك كون إنها قادرة انها تخلق، لو كلامك بقى مظبوط، انها تخلق كائنات حية على كواكب اخرى، لماذا لم تتطور الكائنات الحية هناك لتصبح كما لو كانت على الارض؟ اعتقد اجابتي وافية وواضحة. اشكرك على ان انت نقدت كلامك بنفسك وقلت لي ان مفيش حياة تاني غير على كوكب الارض، ودلوقتي بتقول ان في حياة على كواكب اخرى. اشكرك جدا على ان انت رديت على نفسك بنفسك. ذلك انا لم اقل ذلك، الله يخلق ما لا تعلمون. اذا ممكن في النقطه اللي احنا بنتكلم انت لم تاتي بدليل على هذا الاله، انت بتكلمني مساء الخير، انا ممكن انضم لكم يا جماعه دلوقتي؟ لا يا عمر، الحوار انتهى. يا عمر سامع من زمان يا عمر. اعتقد ان كده سوري، يعني ما حدش لا اتالي بدليل لا علمي ولا عقلي ولا منطقي ولا رياضي. فاحب اسمع استاذ رامي واستاذ محمد سعيد، لان محمد جمال هو اللي بيتكلم، واستاذ رامي انا مش عارف اختفى ليه ومحمد سعيد اختفوا ليه. انا بدي فرصه انه يتكلم، انا عايز اتكلم. طب اتكلم معلش نقطة بس أخيرة يا جماعة، نقطة أخيرة لو ممكن سمحت. اسمع نقطة أخيرة لو سمحت بعد إذنك، نقطة اولا انا احب ارحب باخي وصديقي عمر. ثواني بس يا أستاذ محمد السيد، نقطة. لا يا محمد، بصوا يا جماعة، أنا عايز بس أقول كلمتين ممكن. والله هي نقطة بس وهسيب لك المايك خالص تتكلم براحتك. أنا عارف يا أستاذ البير، لو كان عندي شك 1% بعدم وجود إله بعد المحاضرة ديت، أنا تيقنت 1,000,000% إن فعلا، وما تقوليش تيقنت إزاي، لأن سيدنا إبراهيم قالها أرني كيف تحيي الموت أو لم تؤمن بي، قال بلى ولكن لا يطمئن قلبي، الآن اطمأن قلبي على وجود الله وبهت الذي كفر. أي حد عايز كده يا جماعة اتفضل. أنا ممكن أتكلم؟ أشكرك على الخطبة الرائعة دي. لا يا عمر، لأن معلش ما حدش منهم أتى بدليل وكله فضل يخرج من الموضوع، فهنسمع أستاذ رامي وأستاذ محمد سعيد. ما هو الحوار انتهى صدقني، بس بالترتيب يعني صح. الحوار انتهى، فأنا عايز أسمع أستاذ رامي، وبعد ما يخلص التسجيل هنقعد نتكلم براحتنا للصبح زي كل يوم. اتفضل يا أستاذ رامي. طيب انا طبعا الدليل القاطع على اثبات وجود الله هي باعتقادي، وزي ما الناس كلها ما بتقول، هي الثوابت الكونيه. لو الثوابت الكونيه دي موجوده، ربنا خلقها على كوكب المريخ، كان ظهر حياه على كوكب المريخ. ما تقوليش ان الانسان خلق من عدم، ما تقوليش ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، وتقول لي الانسان جه كده من شيء فراغ او اي حاجه. بس اثبات وجود الله ده انت لو مشيت في الشارع وبصيت يمينك وشمالك هتتاكد من وجود الله. لو بصيت للسماء والنجوم وشكل حركه الايونات داخل النواه، اللي هي نفس الفكره، تنظيم الكون، الشمس لما بتتحرك وحواليها الكواكب، هي نفس النواه اللي بتتحرك حواليها جزيئات. هتلاقي ان الفكره كلها بتدل على خالق واحد. تلاقي الانسان فكرته هي نفس فكره الحيوان، كله عباره عن خلق ربنا خلقه ومدبره. الموضوع كله مش بسهوله كده ان الحاجه تطورت من نفسها وجت تلقائيا. بس اتفضل يا استاذ محمد سعيد. اتكلم؟ اتفضل. تمام. هو طبعا انا بضم صوتي لصوت باشمهندس والاستاذ محمد، تمام؟ وانا دليلي على وجود اله من نص كلام الاستاذ البير، ومن نص كلام محمد يسري، ونص عمر، اللي هم على طريق الالحاد. فانا بكلمك من منطلق فكرك انت، من منطلق مبدأك انت، ان اللي انت بتقول ان احنا اصلا الماده هي اللي خلقتنا وهي ازليه، تمام، وليس اله. انا معاك في كل اللي انت بتقوله، تمام. لكن الماده دي لو كانت ازليه، الماده فعلا ازليه، لكن لو كانت هي اللي خلقت نفسها وخلقتنا زي ما انت بتقول، لكنا كلنا ازليين نفس الماده مع نفس الظواهر الكونيه والظواهر الطبيعيه ديت، لكنا احنا ازليين زيهم، لاننا من نفس الماده بتاعت الارض. احنا مخلوقين من نفس الماده بتاعت الارض ومن نفس الماده بتاعت الكون. ده رقم واحد. رقم اثنين، المادة نفسها أصلا لا تستطيع أن تخلق شيء، لأن المادة نفسها لها تكوين، فيها مئات الجزيئات. عشان يكون مادة وعشان يكون هناك مادة أصلا كان في هناك عناصر لها وجزيئات لها وذرات، والذرة دي أصلا مكونة من مئات الخلايا داخل الذرة، ومكونة من مئات الإلكترونيات حول الذرة نفسها. كل ده نجمعهم مع بعض يخلق لنا حاجة اسمها مادة. مش ممكن تكون الحاجات ديت مجمعة لوحدها.
رقم 2 الانسان عشان يصير اصلا او ماده الانسان مكونه من 26 عنصر بمقاييس ومعايير منتهى الدقه والجرامات. مش ممكن طبيعه الماده تخرج بنفس الدقه اللي موجوده بيها. تمام؟ دي لو كانت طبيعه الماده هي اللي اوجدت نفسها وهي اللي خلقت نفسنا وهي اللي خلقتنا احنا. النقطه الاخيره والنقطه الثالثه، كنا احنا البشر دليل على وجود اله، بمعنى ان البشر لهم حواس، ان اصل طريقه نظريه التطور زي ما بيقولوا الانسان سمكه وقرد وثدييات والكلام ده الى ان تطرق. طيب كلام النظريه ديت اصلا لو صحيحه كان زماننا كلنا اصلا ازليين من البدايه. يعني المفروض انا محمد السعيد كنت ابقى سمكه، بعد كده اصبح قرد، بعد كده هتطور لابقى حتى اصبح محمد السعيد زي ما. تمام؟ فطبعا ده كلام غير منطقي، لان العقل والعلم اثبت غير ذلك. ده من وجهه نظري يعني، عشان ما اطولش اكتر من كده. كل ما قلته كلام جميل جدا، وكل ما قلته ليس دليل على شيء سوى مجموعة من المغالطات. أنا لم أقل أن المادة خلقت نفسها، وقلت في أول الحوار إن مفيش مادة خلقت نفسها ومفيش فعل خلق، وإن حاجة أتت من العدم كما البعض ادعى إن أنا قلت. خلقت يعني أوجدت نفسها. أنا ما يعني أوجدت. هو ده معنى كلامك. أشكرك على احترامك. أشكرك على احترامك، وأظن إن أنا يعني مش محتاج أتكلم، لأن أنا ما قطعتش أي حد يتكلم. بس بتتكلم بالنهاية ماشي، وحضرتك بتقاطعني. يعني المادة كونها أزلية ينفي. طيب أشكركم على الاحترام وعلى سماع الآخر. أوكي، أشكركم جدا عليه، زي ما أنا عملت معاكم أنتم ما عملتوش. أشكركم. الكلمة اللي هقولها الأخيرة، المادة أزلية لأنها لا تفنى ولا تستحدث من عدم، يعني مش محتاجة ولا ادعاء وجود إله. كون عجزكم عن فهم ان المادة أزلية ليس لها بداية وتخلفوا الكلام ده وتقولوا لي اين هي بدايتها وكيف اتت ومن اين اتت، ده عجز عن الفهم ان المادة أزلية فقط لا غير. لذلك ادعيته بوجود اله، محدش اداني دليل علمي او منطقي او رياضي عليه، سوى ان انتوا بتقولوا بما ان في شمس يبقى في الله، بما ان في كذا يبقى في الله، بما ان في كذا يبقى في الله. ماشي، المادة دي أزلية لا تحتاج إلى أحد يخلقها. أشكركم، وأعتقد أنها واقف التسجيل لحد هنا، وهنكمل الحوار بيننا وبين بعضينا. على فكرة احنا جاوبنا. هو الحوار كان متسجل. طيب